اهلا بيكم ودعوة جديدة من حركة غلابة. المرة دي الدعوة من حركة غلابة لمشايخ القبائل في المحافظات الحدودية اللي بنتشرف بيهم، وعلى رأسهم طبعا قبائل سيناء اللي عصابة السيسي الصهيوني بتحاول تعزلها عن مصر بشكل دائم من 65 سنة، وهم شغالين في عزل سيناء وعدم تعميرها لصالح إسرائيل للأسف. النظام العالمي وعلى رأسه إسرائيل وأمريكا فارض على شوية الخونة اللي المفترض يحمونا، فارض عليهم فرض انهم سيناء تفضل مدمرة وتفضل خرابة، يفضل اهلها مفصولين، يحسسوا الناس دايما ان سيناء مش من مصر، وان اهل سيناء اللي هم اهلنا مش مصريين، وانهم الكلام ده كله خلاص عدى. باعتباري متحدث رسمي عن حركة غلابة، أنا بوجه دعوة رسمية لقبائل محافظات الحدودية وعلى رأسها شمال سيناء، قبيلة الترابين والسواركة والبياضية والعريشة والرميلات. جنوب سيناء المزينة والعليقات والجبلية والقرارشة والحماضة والطورة والصوالحة وولاد سعيد والترابين والحيوات. البحر الأحمر قبيلة العبابدة والبشارية والرشايدة. أسوان قبيلة العبابدة والجعفرة والأخوة النوبيين، كلهم بندعوهم للنزول، كلنا واحد، محدش هيقدر يفرقنا. مرسى مطروح قبائل أولاد علي، احنا بندعوكم جميعا يا مشايخ القبائل، بندعوكم جميعا للانضمام للغلابة في ثورة 11/11. انزلوا لان انتوا حتة منا واحنا حتة منكم. ما تخلوش اي حد يفصلكم عنا، ولا تقبلوا ابدا بالصهاينة اللي حاكمين البلد النهاردة ان هم يقطعوا مصر حتة حتة، يفصلوا كل جزء فيها. انتوا ناس مصريين وناس كلنا بنفخر بيكم. انزلوا قولوا لشبابكم، وصوهم النهاردة ان هم يعملوا حسابهم انكم في اول الصفوف باذن الله في ثورة 11/11. احنا نازلين كلنا على قلب راجل واحد، مصر كلها من اسوان لمطروح لرفح، كلنا واحد. مفيش حد باذن الله هيقدر يفرق البلد دي، ولا حد هيقدر يقطع في جسمها على حساب اسرائيل. احنا ان شاء الله نازلين وبنقول لكم اوعوا تتاخروا حتى ساعة واحدة، خليكم انتوا في الاول، اضربوا المثل لكل المصريين ان انتوا جزء من مصر، لن يستطيع اي حد عن فصله. ان شاء الله يتقابل الاحرار كلهم باذن الله في الميادين. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.